رب العالمين قال في سورة البقرة في أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وجه في آخر سورة البقرة قال: لا نفرق بين أحد من رسله. يا عم ده كده في تضارب ولا إيه؟ لا طبعا مفيش تضارب. بس لما نيجي نكمل الآية هنلاقي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الهبات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني سيدنا موسى كليم الله، ربنا فضله إنه كلم رب العالمين مباشرة بدون وحي، فاللي أخذ الفضل ده سيدنا موسى والرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم ربنا خصه بإنه هو خليل الله، فاللي أخذ الفضل ده سيدنا إبراهيم والرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الهبات. أما لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان والعقيدة والالتزام، اللي ما بيلتزمش يتعاقب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا. مفيش تفرقة، اللي يغلط يتحاسب، اللي يقصر يتحاسب. سيدنا يونس عليه السلام لما يأس وخرج من قومه بدون إذن رب العالمين كان جزاؤه فالتقمه الحوت وهو مليم، وربنا قال لو ما كانش تاب كان هلك، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلا نفرق بين أحد من رسله في العبادات والطاعات. أما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الهبات.